كشفت صحيفة الكونغولية فورون دي اس أن المغرب هو المرشح الأوفر حظا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025، مؤكدة البنية التحتية ذات المعايير الدولية ومستوى الدبلوماسية الرياضية التي تتوفر عليها المملكة المغربية. وأكدت الصحيفة أن المملكة المغربية لديها أفضل التوقعات لكسب الرهان، فالمؤشرات تؤكد ذلك، البنية التحتية ودبلوماسيته الرياضية القوية، مشددة على أن المغرب اليوم أساسي بالنسبة لكرة القدم الأفريقية والدولية. وتابعت أنه في الأمس القريب نظم المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022، وسيستضيف وليس للمرة الأولى كأس العالم للأندية. واعتبرت أن الترشيح المغربي قوي في ظل طفرة الرياضة والبنية التحتية الفندقية والرياضية الهامة التي يزخر بها. وبحسب الصحيفة فقد بذل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم قصارى جهده تماشيا مع السياسة التي وضع معالمها صاحب الملك محمد السادس منذ ما يقرب من 10 سنوات للنهوض بالقطاع الرياضي عموما. وأضافت الصحيفة أن المغرب يتوفر على 20 ملعبا من العشب الطبيعي والإضاءة، وأكثر من 200 ملعب من العشب الاصطناعي، و5 مراكز جهوية للتكوين، علاوة على مركب كرة القدم الشهير محمد السادس الذي يتفوق بمفرده على الترشيحات الأخرى. كما وضعت المملكة، تضيف الصحيفة، ملاعبها رهن إشارة بعض المنتخبات الوطنية حتى تتمكن من لعب مباريات دولية، ولا سيما بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان، مشيرة إلى أن اتفاقيات الشراكة مكنت المغرب من بناء ملاعب كرة قدم في بعض البلدان في إفريقيا، وأيضا منح معدات رياضية. ووفقا للصحيفة فإن المغرب يظل بطلا حقيقيا في مجال الدبلوماسية، ليس فقط على الصعيد السياسي ولكن أيضا على الصعيد الرياضي. وبشكل عام فإن علاقاته مع عدة اتحادات هي علاقات ممتازة، وذلك بأكثر من 40 اتفاقية شراكة موقعة منذ عام 2015. ولاحظت الصحيفة أنه بالنسبة للجزائر، وفي ظل تسييسها لبطولة الأمم الإفريقية الشان التي شهدت غياب المغرب، فإن الافتقار إلى البنيات التحتية الجيدة فضلا عن الصراعات الداخلية يقلل من فرصها.